السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة ثالثة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. دلوقتي بقى ان شاء الله بإذن الله هنحل المحاضرة الأولى بعد ما خلصناها. محاضرة العضوية أو الدرس الأول في الكيمياء العضوية إن شاء الله من كتاب مندريف. أرجو بقى التركيز معايا كده وتعالوا نستمتع بالحل مع بعض، وهفصل لكم كل سؤال بس عايز بس تركيز معايا. يلا بينا نبدأ بسم الله. السؤال الأول بيقول عند تسخين سيانات الأمونيوم يحدث كل ما يلي ما عدا. طبعا انتوا عارفين إن سيانات الأمونيوم رمزها NH4CNO. لما بنسخنها قلنا التسخين بيعمل عملية اسمها هنا إعادة ترتيب، فبيتكون مادة اسمها اليوريا، واليوريا طبعا مادة عضوية. تمام يا هندسة؟ تمام يا مستر. يبقى احنا معانا اليوريا مادة عضوية، وسيانات الأمونيوم ده طبعا مادة غير عضوية. خد بالك هنا التسخين بيعمل عملية اسمها ايه؟ إعادة ترتيب وليس انحلال. السؤال هنا خد بالك بيقول لك يحدث كل ما يلي ما عدا. تصبح جميع الروابط تساهمية. احنا عندنا قاعدة بتقول ان اليوريا او المواد العضوية جميع الروابط اللي فيها تساهمية غير قطبية، فالجملة دي صح بس عايز ما عدا. يحدث اعادة ترتيب، طبعا انا كاتب لك اعادة ترتيب فالجملة دي صح. يحدث انحلال حراري، لا احنا قلنا تسخيننا بيعمل اعادة ترتيب مش انحلال. يتكون مركب عضوي، يتكون اليوريا، فكل الجمل صح ما عدا ج. تمام. السؤال اللي بعده ده يوقع طلبة كتير قوي، خد بالك. عند خلط سيانات الفضة وكلوريد الأمونيوم فمن المتوقع أن تحتوي النواتج على. بص يا هندسة، لو أنا خلطت سيانات الفضة اللي رمزها NH4 أنا آسف كلوريد الأمونيوم الأول NH4Cl زائد سيانات الفضة اللي رمزها AgCNO واتحدتهم مع بعض هيتكون راسب اسمه AgCl، راسب أبيض بيتحرك لما بنعرضه للضوء بيبقى لونه بنفسجي. تشيل دي بس كده ونعلم كده، أعمل حاجة عشان نسهل. زائد هيتكون مادة اسمها اللي هي NH4CNO اللي هي سيانات الأمونيوم. السؤال هنا فيه مشكلة، الراجل هنا قال لنا خلط. أدام قال خلط ما قالش تسخين يبقى هيتكون دول بس. أمال لو قال تسخين دي هتتحول ليوريا، بس لو قال تسخين تمام هو ما قالش هنا تسخين، فإذا هيتكون AgCl وسيانات الأمونيوم ودي مركبات غير عضوية. طب امتى اختار ب؟ يعني امتى اختار ب؟ لو قال لي عند تسخين يبقى مفرق بقى. عند الخلط يتكون الراسب غير عضوي وسيانات الامونيوم ده غير عضوي، فيتكون مركبات غير عضويه بس ده لو خلطت. اما لو سخنت، قال لي لو سخنت والله يا مستر هيتكون كلوريد الفضه اللي هو غير عضوي عادي بس ساعتها بقى سيانات الامونيوم هتتحول ليوريا وده عضوي. يبقى انا عايز انبه بقى خلط، اكتب عندك بقى خلط غير عضوي فقط. اما لو قلنا تسخين هيتكون غير عضوي زائد عضوي. ماشي؟ ذاكرها كويس قوي. نخش على السؤال اللي بعده. جميع المركبات التاليه غير عضويه، سؤال حلو. ما عدا ايه؟ كل دول غير عضويه ما عدا ايه؟ طبعا انت عارف ان الكيمياء العضويه ده العلم اللي بيهتم بدراسه مركبات الكربون، ما عدا السبعه انت حافظهم: اكاسيد الكربون اللي هي اول وثاني اكسيد الكربون، املاح الكربونات والبيكربونات، واملاح السيانيد والسيانات والثيوسيانات. هكتبهم لك يبقى الغير عضوي ده تمام. هكتبهم لك الCO والCO2، وعندك املاح الكربونات اللي هي CO3، وعندك البيكربونات اللي هي HCO3، وعندك يا هندسه حاجه اسمها السيانيد، وعندك حاجه اسمها السيانات، وعندك حاجه اسمها الثيوسيانات. تمام. فطبعا دي سيانيد، وطبعا ده اول اكسيد الكربون، وطبعا ده الكربونات، فطبعا هنختار ب لان ده عضوي. تمام. ده عضوي، ده اليوريا، خد بالك منه. هو عايز بيقول لك كل دول غير عضوي ما عدا ايه؟ يبقى عايز العضوي فاخترنا اليوريا. السؤال اللي بعده. اي مالي يعبر عن صيغه اليوريا؟ طبعا انت عارف ان اليوريا عباره عن C ماسكه بربطتين O وماسكه في N وH وH، والN الثانيه ماسكه في H وH. فلو قلت لك هات رمز اليوريا هتقول لي هي C معاها 4 اتشات وفي نفس الوقت معاها 2 N ومعاها O واحده، فيبقى الاجابه ألف. السؤال اللي بعده. 5. ادرس المخطط التالي، ركز معايا. قال لي والله يا مستر تفاعل هابر بوش. افتكر في ثانيه ثانوي تفاعل هابر بوش ده كان بيطلع غاز اسمه غاز النشادر، صح؟ حلو قوي، اللي هو NH3. النشادر لما يتحد مع ده ال NH3 مع ال H تدينا NH4CNO، فيدينا مركب اسمه سيانات الامونيوم. فاكر انت سيانات الامونيوم لما كنا بنسخنها كان بيعمل عمليه اسمها ايه؟ اعاده ترتيب عشان تدينا ماده اسمها اليوريا، صح؟
فهو بيسال العمليه دي اسمها ايه؟ قول له العمليه اسمها اعاده ترتيب، فده غلط، ج غلط والف غلط. احنا معانا لا اما ب لا اما د. المركب سي اللي هو اليوريا، مش اليوريا ده مركب عضوي؟ وانا واخد المركبات العضويه عندها روابط تساهميه غير قطبيه، يبقى الاجابه رقم د. فاذا ب غلط. السؤال اللي بعده 6. من المخطط التالي إذا علمت أن إيه هو أول مركب عضوي يحضر في المعمل. إيه أدام يحضر في المعمل يبقى ده اليوريا، أول مركب عضوي اليوريا اللي اكتشفه فوهلر. هو اليوريا بتتجاب منين؟ قال لي والله يا مستر بتتجاب من مادة اسمها سيانات الأمونيوم اللي هي NH4CNO، وطبعا دي كلوريد الفضة AgCl ده الراسب، فاكره؟ طبعا. طب هي اليوريا دي بتتجاب منين؟ قال لي والله يا مستر من تفاعل كلوريد الأمونيوم اللي هو NH4Cl مع سيانات الفضه اللي هي AgCNO. طبعا انت مذاكر المعادلات دي كويس قوي. طبعا هو بيسالك التفاعل اكس ده نوعه ايه؟ طبعا عشان الناتج ده يطلع احنا كنا بنعمل عمليه اسمها احلال مزدوج، موجب سالب موجب سالب، فكان الموجب بياخد السالب من هنا والموجب بياخد السالب من هنا، فاذا التفاعل ده اسمه احلال مزدوج، فاذا استبعدت ب. بيسالك دي الراسب ده كلوريد الفضه، عايز تعرف ان ده راسب، اسمع لا يذوب في الماء، تذاكره كويس تمام؟ ده معلومة عنه، ولكن يذوب بسرعة في محلول النشادر. هناخدها في الباب الثاني إن شاء الله، بس ذاكرها كويس دلوقتي. لما نيجي ناخد الباب الثاني هتسهل عليك. قال لي ده لو عرضته للضوء قال لي يصير بنفسجي عند تعرضه للضوء، فذاكر كويس قوي. حلو قوي. ركز، احنا قلنا اتفقنا ان اكس ده تفاعل احلال مزدوج. المركب دي اللي هو AgCl لا يذوب في محلول نشادر، ولا قلنا بيذوب بسرعه، فده غلط. وكده كده ب غلط. تعال على ج، التفاعل اكس احلال مزدوج اتفقنا، والمركب دي اللي هو الراسب انا كاتب لك لا يذوب في الماء، هو كاتب يذوب في الماء وده غلط. د التفاعل اكس احلال مزدوج، والله بص اكس احلال مزدوج احنا متفقين، والمركب ايه اللي هو اليوريا، انا واخد قاعده ان اليوريا ماده عضويه صلبه تذوب في الماء وتوجد في بول الثدييات، فاذا الاجابه رقم د هي الصحيحه. خش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 7، سؤال تراكمي من سنه ثانيه ثانوي، وفي جزء منه ان شاء الله في ثالثه ثانوي بس في الاخر، بس هنتعلمه. كل العبارات التاليه صحيحه ما عدا، ركز في ما عدا. اولا بي ده غاز النشادر، صح؟ يبقى ده نشادر، تمام؟ اما ايه ده؟ قال لي والله يا مستر ده اسمه حمض الاسيتيك، احنا حافظينه خدناه قبل كده حتى في ثانيه ثانوي. خد بالك، عايز اكتب لك شويه معلومات عنهم عشان يبقى الكلام واضح. النشادر قال لي ده شره الذوبان في الماء، خدتها في ثانيه ثانوي، يبقى ده بيذوب في الماء. مش بس كده، قال لي له رائحه نفاذه، وقال لي ده لما بيدوب في الميه بيكون ماده اسمها NH4OH، وده هيدروكسيد الامونيوم، وده قلوي ضعيف، لذا هو بيوصل للكهرباء بس بدرجه ضعيفه. حمض الاسيتيك برضه زيه بيذوب في الماء، لانه هو عنده حاجه اسمها الاو اتش ده، والاو اتش دي بيتكون نوع من الروابط اسمها روابط هيدروجين، هنعرفها قدام ان شاء الله في درس الاحماض. يبقى يذوب في الماء. له برضه رائحه نفاذه لانه موجود في الخل، برضه هنعرفها قدام. قال لي ده بقى عباره عن حمض ضعيف، يعني بيوصل للكهرباء بس بدرجه ضعيفه، فده اوجه تشابه ما بينهم. خد بالك، كلا المركبين اي وبي له رائحه مميزه، الاثنين ليهم ريحه الخل او ريحه قصدي ده ليه ريحه الخل والثاني ليه ريحه نفاذه، فالاثنين ليهم ريحه مميزه، تمام؟ بس هو عايز ما عدا، يعني عايز الغلط. كل من المركبين بيدوبوا في الميه، ايوه ده بيدوب في الميه وده بيدوب في الميه، انا اكتب لك المعلومات كلها. المركب ايه اللي هو حمض الاسيتيك حمض ضعيف، والمركب بي اللي هو النشادر قلوي ضعيف، كل ده صح، يبقى الف وب وج صح. تعال على د، كل من ايه وبي محللها جيده، لا هي مش جيده، هي ضعيفه التوصيل، خد بالك وانا كاتبها لك. نخش بقى ده جت على سؤال رقم 8. السؤال بيقول الجدول المقابل يعبر عن بعض خواص المركبات اكس واي وزد، وقال المركب واي غير قابل للاشتعال، اي ما لي يعد صحيح. صلى على النبي. حته حلوه قوي، قال لي ان المركب واي غير قابل للاشتعال دي. تعالى بس نأكد، قال لي واي طبعا غير قابل للاشتعال يبقى غير عضوي، فده غلط وده غلط. قدامي لا الف لا ج، ماشي؟ قال لي المركب تعالى اكس، قال لي لا يذوب، لا يذوب يعني راسب. اولا دي كده اسمها اليوريا، صح؟ وانت واخد ان اليوريا بتدوب في الميه، وقال لي ان اكس لا يذوب، فاذا ده غلط لان اليوريا بتدوب وعايز انه لا يذوب.
بي اس ده راسب، وفعلا الراسب لا يذوب وعنده رابطه ايونيه. اكد. قال لي واي بيذوب، انا اسف، زد بيذوب وعنده رابطه تساهميه. طبعا ده حمض الاسيتيك، حمض عضوي سبحان الله. ورغم ان انت واخد المركبات العضويه، بس انت خد بالك كتاب المدرسه كاتب ان معظمها ما بتدوبش، في مركبات قليله بتدوب زي حمض الاسيتيك، انا لسه قايل لك عنه في سؤال فوق، فخد بالك. حلو السؤال ده. تعالى تاني معلش كمان مره. واي غير قابل للاشتعال، غير قابل للاشتعال يبقى غير عضوي، فده يخليني استبعدت ب ودال، لان المركبات العضويه بتشتعل وبتطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. حلو قوي. قدامي لا اما الف لا اما ج. تاني حاجه قال لي واي، او انا اسف، فين اكس، اكس ده اللي هو اكس ده اللي انا شاورت عليه بالسهم ده، واكس ده اللي هو ده اللي في الاختيار ج والف. قال لي اكس ده لا يذوب في الماء. والله اليوريا دي بتدوب، او سيانات الامونيوم بتدوب، مش فارقه دي اليوريا او سيانات الامونيوم، الاثنين ايزومرات. حلو قوي، الاثنين بيدوبوا في الميه. اما بي اس ده راسب، والراسب ده ما بيدوبش في الميه، فاذا الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعد. احد هذين المركبين يمثل مركب عضوي والثاني غير عضوي. ادرس الشكل الذي يوضح التغير في تركيز المواد المتفاعله بالنسبه للزمن. بص يا هندسه، زمن استهلاك المتفاعلات، والله ايه ده خد زمن قليل، بص خد زمن قليل، يبقى الراجل ده سريع، تفاعلاته سريعه جدا، لان انت عارف ان السرعه والزمن عكس بعض. مين بقى الراجل اللي تفاعلاته سريعه، العضوي ولا غير عضوي؟ لا الغير عضوي، عشان عنده رابطه ايونيه، وانت مذاكر الكلام ده. تعال، بي ده خد وقت طويل شويتين، فاذا انا دكاتره بي ده عضوي، لان المركبات العضويه تفاعلاتها بطيئه لانها عندها روابط تساهميه، فالتفاعلات بتتم بين الجزيئات. وبي ده دكاتره اتفقنا ان هو ايه، عضوي، لان تفاعلاته ايه، بطيئه. تعالى بقى احنا خلاص هكتبها ايه غير عضوي واحده واحده، وبي عضوي واحده 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 واحده. انا معاك اهو. الغير عضوي يتميز بانخفاض درجه انصهاره. لا احنا عندنا المركبات الغير عضويه درجه انصهارها عاليه عشان عندها روابط ايونيه. الغير عضوي محلولها جيد التوصيل عشان عندها رابطه ايونيه. هل المركبات الغير عضويه قابله للبلمره؟ لا ده العضويه. هل قابله للاحتراق؟ تنفع بس مش كلها، بس يخليها تمام ماشي تمشي. طب تعالى لما الثانيه بقى، خلاص انا مستبعد ده ومستبعد ده، قدامي لا ب لا د. هل المركب العضوي رضي التوصيل للكهرباء؟ طبعا معظمهم ما بيوصلوش للكهرباء. بس هل المركب العضوي غير قابل للاحتراق؟ لا بيحترق وبيطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، فاذا الاجابه رقم ب. تمام؟ تمام يا هندسه. خش على السؤال اللي بعده. الشكل المقابل على هيئه ايه؟ طبعا ده حلقه، فالراجل ده حلقه متجانسه ولا غير متجانسه؟ قلنا لو الحلقه كلها كربون تبقى متجانسه، لو الحلقه فيها ذره مختلفه عن الكربون زي النيتروجين كده نقول على غير متجانسه. فالراجل ده يمثل حلقه غير متجانسه، خد بالك بقى من الحاجات دي ماشي. فده غلط وده غلط ماشي، هو غير متجانس. طبعا ده مركب عضوي، والمركبات العضويه لا توصل للتيار الكهربي، فاذا الاجابه رقم ب ماشي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 11. جميع الصيغ التاليه صحيحه ما عدا ايه؟ طبعا لو ركزنا هنلاقي الاجابه الف. ليه الف؟ لو ركزنا على الكربونه دي كده هنلاقي عندنا كام رابطه؟ 1 2 3، في حين ان الكربون بيعمل كام رابطه؟ 4، فاذا ده غلط. طبعا ده مظبوط، لو ركزت هتلاقي كل كربون عامله 4 روابط. وجيم وده صح، طبعا ده الكان حلقي، وطبعا الشكل ده البنزين العطري، وده مرسوم صح، ده اسمه بنتان. 1 2 3 4 5 يبقى بنتان حلقي، والمركب الاخير هو البنزين العطري، وفعلا مرسوم صح. تمام. وطبعا المركب ده هو الهكسان الحلقي عشان عنده 6 ذرات كربون، كلها مركبات حلقيه ومرسومه صح. خش ما عدا الف طبعا. السؤال اللي بعده على الايزومرات بقى، ركز بقى معايا. اي ازواج المركبات الاتيه يعتبر متشابهات؟ المتشابهات او الايزومرات نفس العدد، نفس عدد الذرات، هي دي اللغز اساسا. صلى على النبي. اولا الف، الراجل ده عنده كام كربونه؟ 2. الراجل ده عنده كام كربونه؟ 6، يبقى مش نفس العدد، يبقى غلط. الراجل ده عنده كام كربونه؟ 2. الراجل ده عنده كام كربونه؟ 3، مش نفس العدد، يبقى غلط. طب الراجل ده عنده كام كربونه؟ 1، والراجل ده عنده كام كربونه؟ 2، فيبقى ده غلط. طب تعالى على ده بقى ركز. الراجل ده عنده كام كربونه؟ 2. طب عنده كام اتش؟ 3 و1 يبقوا 4.
عنده كام او؟ 2. طب تعالى على اللي جنبه، الراجل اللي جنبه ده عنده كام كربون؟ عد هتلاقيهم 2. عنده كام اتش؟ هتلاقيهم 4. عنده كام او؟ هتلاقيهم 2. تلاقيهم زي بعض صح؟ فاذا ده بيسموهم متشابهات جزيئيه، شبه بعض في الصيغه الجزيئيه بس اختلفوا في الصيغه البنائيه. حلو قوي. السؤال اللي بعده سؤال 13، بيقول لي كل من A و B مركبان لهما الصيغه الجزيئيه سي. طبعا انت مذاكرها كويس قوي. C2H6O دي عباره عن مركبين صح؟ ايه هما بقى المركبين؟ فكرني بيهم كده. قال لي والله يا مستر حاجه اسمها الكحول الايثيلي وحاجه اسمها ايثير ثنائي الميثايل. انا مذاكرها تمام. حلو قوي. الكحول الايثيلي فاكر رسمته؟ كان عباره عن سي كده وسي كده، والسي الاخيره دي ماسكه في او اتش، ودي ناقص اتشايه واتشايه 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 كده واتشايه. ده اسمه كحول الايثيلي. اما الايثير كانوا بيميزوا مجموعه اسمها او في النص كده، حواليها سي اتش 3 اللمادي وسي اتش 3 اللمادي. في مشكله؟ لا. حلو قوي. بيقول لك اي من الاختيارات اللي هتسعد. طبعا اللي عنده او اتش ده الكحول الايثيلي. عايزك معلش تكتب رمزه بالصيغه اللي انا هكتبها دي وذاكرها كويس. C2H5OH. ليه كتبته كده؟ عشان خليك ذكي. بص اللي انا اعلم عليه ده تمام؟ ركز كده. اللي انا علمت عليه دايره ده كده هتلاقي عباره عن 2 سي وحواليهم 5 اتشات، فC2H5OH. ليه بقى؟ علشان الC2H5 دي تمثل الار اللي بيسموها عندنا شق الالقايل، والاو اتش اللي هي الحته دي. ماشي؟ فلازم تبقى ركز بقى. طب اللمه الثانيه قال لي ركز بقى، ده الايثير او سي اتش 3 اللمادي وسي اتش 3 اللمادي. انا كاتبه لك كاتبه لك تحت ماشي؟ ركز بقى. اذا الار هنا تمثل سي اتش 3، يبقى الار هنا تمثل سي 2 اتش 5، اما الار هنا تمثل سي اتش 3. حلو قوي. بيسالك مين درجه انصهاره اعلى؟ طبعا الكحول كسب في الانصهار والغليان وهو بيتفاعل مع الصوديوم كمان، فخد بالك. درجه انصهار المركب ايه اللي هو الكحول اقل من الايثير؟ لا، ده اكبر في الانصهار واكبر في الغليان وبيتفاعل مع الصوديوم، يعني هو اكبر في كل حاجه، فده غلط. يتفاعل المركب ايه مع الصوديوم؟ فعلا الكحول بيتفاعل مع الصوديوم، اما الايثير ما بيتفاعلش فعلا، فالجمله دي صح، يبقى دي اجابه صحيحه. ج درجه غليان المركب بي اعلى؟ لا، الكحول اعلى مش الايثير. المركبان لهما نفس النوع وعدد وترتيب الذرات. هو نوع صح وعدد صح، بس ترتيبها لا، ترتيبها غلط. ماشي؟ السؤال اللي بعده، اي مما يلي صحيح بالنسبه للصيغه الجزيئيه C2H4O2؟ لها ايزومران، فعلا هم ايزومران فعلا. السؤال بقى، ويتفقان في درجه الغليان ثانيه. انت واخد ان الايزومرات شبه بعض في الصيغه الجزيئيه بس بتختلف في الصيغه البنائيه، وده ادى الى اختلاف الخواص الفيزيائيه والكيميائيه، والمقصود هنا بالخواص الفيزيائيه اللي هي الغليان والانصهار، فما ينفعش نقول يتفق في درجه الغليان دي. تمام؟ لان يتفق في درجه الغليان معناه ان هم اتفقوا في الخواص الفيزيائيه، واحنا قلنا الايزومرات بتختلف في الخواص الفيزيائيه، فازاي تيجي يتفق في الخواص الكيميائيه؟ لا، ركز في اخر تعريف كده في الايزومرات، وتختلف في الخواص الفيزيائيه والكيميائيه. يختلفان في الخواص الكيميائيه والفيزيائيه، فالجمله دي تمام. يختلفان في الخواص الفيزيائيه والكيميائيه، فالجمله دي تمام. بس انا عايز اتاكد بقى جيم ولا ده صح. تعال ناكد، صلي على النبي. اولا يا هندسه، انت هنا عندك 2 سي وعندك 3 و2 و1 يبقوا 6 اتشات، وعندك اوهايه. سؤال C2H6O، اذا كانت ده C2H4O2، الراجل ده عنده اوهايه، الراجل ده عنده 2 او، ما ينفعش، يبقى ده غلط، يبقى الاجابه ده. تعال ناكد. والله بص، الراجل ده عنده 2 سي، عنده 4 اتشات وعنده 2 او، والراجل ده عنده 2 سي وعنده 4 اتشات وعنده 2 او، تبع الصيغه دي، يبقى الجمله دي هي اللي صح. يبقى اذا سؤال 14 الاجابه بتاعته رقم د. السؤال اللي بعده، الشكل التالي يمثل النموذج الجزيئي لاحد المركبات العضويه. طبعا لو ركزت، طبعا ده الكحول الايثيلي. ليه ده الكحول الايثيلي؟ ركز. او بيسموه عندنا الايثانول. الاسود ده هو الكربون ماسك في اتش واتش واتش، والاسود ده كربون ماسك في اتش واتش، والاحمر ده اكسجين ماسك في اتش. فكأني بقول ايه؟ يلا نبدأها من هنا، CH3 CH2، وفي الاخر عندنا فوق ايه هندسه؟ OH. اللي هو C2 جمع بقى H5OH اللي هو الايثانول، يبقى الاجابه ب. بس خد بالك، ده في تريكايه، اوعى تقع بقى. انا وقعت بصراحه، مش هكدب عليك، بس اوعى تقع. تمام؟ بيقول لك ايه بقى؟
والكولر حمام مش عارف تمثل ذره الاكسجين. ايزومر هذا المركب، ده مش عايز المركب ده عايز ايزومره. ايزومره، مين ايزومره؟ ايثير ثنائي الميثايل. ايوه كده. طب هو انت عارفها يا ايوه والله عارفها، بس انا كنت بقع، ما تخافش يعني. ايثير ثنائي الميثايل. يبقى احنا نركز بقى. ممكن في الامتحان تبان اللي قدامك سهل، انا عارف ان ده كحول ايثيلي او اسمه ايثانول، بس في الاول وفي الاخر تغلط، لان اللعبه كلها في الكلمه دي. هو مش عايز المركب ده هو عايز ايزومره. حاول تركز، صلي على النبي. السؤال اللي بعده سؤال حلو قوي. في الجهاز التالي انا عندي قطعه جلد دي ماده عضويه فيها عنصري الكربون والهيدروجين. لما بيتسخنوا مع اكسيد النحاس بيخرج حاجتين، بخار الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون. بخار الماء بيروح لكبريتات النحاس اللامائيه البيضاء يحولها لكبريتات نحاس مائيه زرقاء. تمام. فكده يا هندسه لون كبريتات النحاس اتغير، يبقى ده غلط. ويتغير لون كبريتات النحاس، خلاص يتحول من اللون الابيض للون الازرق. بعد كده غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون هيمشي ويروح للNaOH. المفروض ثاني اكسيد الكربون بيعكر ماء الجراك اللي هو عباره عن CaOH باي 2. او ثاني اكسيد الكربون يعكر اي هيدروكسيد، قلنا ما عدا 3. ايه هما بقى ال3؟ افتكر: صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم، NH4. اذا يا هندسه صوديوم بوتاسيوم امونيوم، النصيبه هنا ان حاطط لك الصوديوم، فاذا مش هيتعكر الاناء، يبقى ده غلط وده غلط. اذا الاجابه رقم د، لا يتعكر الاناء وتزداد كتلته. حته تزداد كتلته هفهمها لك، صلي على النبي. انا معايا ثاني اكسيد الكربون ماشي رايح لمين؟ قال لي للNaOH. لو انا بفهم ده قلوي وده غاز حامضي، فحمض وقلوي يدي ايه؟ قال لي يدي ملح وميه. ادي الميه زائد ثاني اكسيد الكربون بيطلع الكربونات، وادي الصوديوم تكافؤ احادي والكربونات ثنائي. تمام. فغصب عنك لازم تضرب هنا في 2 عشان المعادله تبقى موزونه. اذا يا هندسه الكتله بتزيد لان كل واحد NaOH قصاده بيتكون، تخيل كل 2 NaOH انا اسف قصاده بيتكون واحده كربونات. طبعا الكربونات ككتله اكبر بكتير، خد بالك. يبقى الاجابه دي. السؤال اللي بعده في تجربه يعني انا مثلا لو قارنت الكتله الموليه ما بين NaOH و Na2CO3 طبعا ده يبقى اكبر في الكتله، خد بالك. في تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين يمكن استخدام كل ما يعني للكشف عن ثاني اكسيد الكربون ما عدا. لو قلنا ثاني اكسيد الكربون بيعكر او بيكون راسب معايا هيدروكسيد ما عدا 3: صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم. فاختار البوتاسيوم. تمام. كل دول ينفعوا ما عدا الف. في تجربة الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين يمكن استخدام ايه للكشف؟ احنا قلنا يمكن استخدام اي حاجة ما عدا الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، فيبقى الاجابه ايه؟ ماشي؟ احنا لسه قايلينها. السؤال اللي بعده بيقول لك في تجربه الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي ماذا يحدث لو استبدلنا ماء الجير اللي هو عباره عن CaOH باي 2 اللي بيعكره ثاني اكسيد الكربون وشلناه بقى خالص واستبدلناه بالصودا الكاولاني NaOH اللي طبعا مش هيتكون راسب، يبقى يتعكر المحلول؟ لا يمكن الكشف طبعا عن وجود الكربون طبعا، لان الكربون اساسا بيخرج على يد غاز ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون بيعكر ده بس ما بيعكرش ده، فاذا انا مش هقدر اكشف عن ثاني اكسيد الكربون لان مفيش تعكير هيتكون. يتغير لون المحلول الازرق، طبعا ده بيتكلم عن بخار الماء، ده حاجه ثانيه. يتعكر المحلول، قلنا المحلول مش هيتعكر، خد بالك. السؤال اللي بعده الغاز الذي يحترق ويطلع ناتجين احدهما يعكر ماء الجير ده ثاني اكسيد الكربون، والاخر يحول كبريتات النحاس من بيضاء الى زرقاء، ده بخار الماء. يبقى الراجل ده شرط يبقى عنده كربون وشرط يبقى عنده هيدروجين. مين بقى اللي عنده كربون وهيدروجين؟ الف. بس كده يا هندسه، عنده كربون وعنده هيدروجين. طب تعالى على اللي بعديه. نخش بقى يا دكاتره على السؤال 21. السؤال بيقول يعتبر المركب العضوي مفتوح السلسله C3H6. خد بالك هنا الضعف، والضعف ده ينفع حاجتين، يا اما الكين يا اما الكان حلقي، بس هو الراجل قال مفتوح السلسله فيبقى الكين، خد بالك. لو ما قالش مفتوح السلسله كان ينفع الكين والكان حلقي، ماشي. فالالكين طبعا هيدروكربون
وعشان ما فوق في سي واتش بس فده هيدروكربون، يبقى استبعد مشتق ده غلط. وطبعا الفاتي انت حافظ ومذاكر، وطبعا عارف ان عنده رابطه باي فهو غير مشبع ومذاكرها، تمام. فاذا الاجابه الهيدروكربونات الاليفاتيه غير المشبعه، فيبقى الاجابه الف، تمام. يلا يا هندسه صلي على النبي. ابسط المركبات الاروماتيه اللي هو البنزين، بنزين اللي هو رمزه C6H6، هرسمه لك عباره عن حلقه سداسيه الشكل، تمام، بها ثلاثه روابط باي مزدوجه بالتبادل زي ما احنا مذاكرين. قال لي هيدروكربون مفتوح السلسله غير مشبع، مفتوح السلسله دي غلط، حلقي. هو هيدروكربون حلقي عشان عامل شكل غير مشبع، خد بالك. هيدروكربون حلقي فعلا بس مشبع غلط، هو غير مشبع، ركز. مركب حلقي صح، به 6 ذرات كربون صح، و6 روابط مزدوجه، لا الروابط المزدوجه 3 بس. مركب حلقي صح، به 6 ذرات كربون صح، و3 روابط مزدوجه متبادله مع الروابط الأحادية صح. ما انت لو ركزت دي ثنائيه وبعد كده دي أحادية، دي ثنائيه بعد كده أحادية، ثنائيه بعد كده أحادية، ببدل واحده ثنائيه وواحده أحادية، يبقى الإجابة رقم د. وطبعا كل ده مشروح الحمد لله. الجدول التالي يوضح الصيغة الجزيئية لأربعة هيدروكربونات ادرسها. إيه طبعا ده البنزين وده مركب أروماتي، هكتب لك فوق أروماتي. بي ده اسمه إيثين، ده ألكين، ما ينفعش يبقى ألكان حلقي لأن ألكان حلقي بيبدأ من 3. C3H4 ضعفته نقصت 2، 3 يعني بروب، فالمركب ده اسمه بروباين، القاين. C6H14 الستة ضعفها 12، عشان تبقى 14 زودنا 2 يبقى ده الكان، و6 اسمها هيكس فيبقى اسمه هيكسان. بنحفظهم مع بعض اهو. كل الاستنتاجات التالية صحيحة ما عدا ايه؟ المركب ايه اللي هو البنزين هيدروكربون اروماتي غير مشبع، ايوه فالجمله دي صح. المركب بيه اللي هو الايثين ده الكين، والالكين ده هيدروكربون صح الفاتي بس مش حلقي. ده الالكين ده ماله؟ قال لي مفتوح السلسله الفاتي وغير مشبع عشان في باي. اذا يا هندسه ابه دي غلط ما تجيش. المركب طبعا الناس اللي معانا في السنتر وسالتهم سؤال انا في الحصه ساعتها، بس هساله لك برضو لو انت بتسمعني اول مره، هسالك سؤال حلو. قلت لهم في الحصه ايه؟ كنت بقول لهم ايه؟ C5H10 كانوا بيقولوا الكين او الكان حلقي، C6H12 الكين او الكان حلقي. رحت انا فجاه كده ايه موقعهم، قلت لهم ايه؟ C2H4 فمعظمهم قالوا الكين والكان حلقي، قلت لهم غلط ده الكين بس. طب ليه ما ينفعش الكان حلقي؟ لان الكان حلقي بيبدا من 3، خد بالك. فهو الراجل كده كان عايز يوقعك فيها فخد بالك من ده. اكد بقى المركب سي اللي هو القاين غير مشبع صح، مفتوح السلسله. دي هيدروكربون اليفاتي والالكان طبعا مشبع عشان ما عندوش باي، فكل ده صح ما عدا ايه؟ ما عدا ب. السؤال اللي بعده صلى على النبي. جزيء هيدروكربون اليفاتي مشبع، الله اكبر، مشبع غير حلقي يبقى ده الكان. طب لو كان قال حلقي يبقى الكان حلقي. عدد ذراته 14، ما قالش 14 ذره كربون، قال 14 ذره بس. فانت فكر مين الالكان اللي ممكن يبقى عنده 14 ذره؟ لو انت فكرت البورها يبقى C4H10. ليه؟ ما 4 و10 يبقى 14. وبعدين ثانيه مظبوطه، ما انت عارف الالكان الضعف، الاربعه ضعفها 8 زود عليهم 2 تبقى 10. فركز، هو بيسالك فان عدد ذرات الهيدروجين، والله عدد ذرات الهيدروجين هم 10، يبقى الاجابه ج. السؤال اللي بعده. المركب المقابل يعرف باسم 2 فينايل بيرادين ويصنف بأنه، طبعا هو حلقي، في ان يبقى غير متجانس فده غلط وده غلط. احنا بقى عايزين نعرف هو الراجل ده، معلش شيل ده كده، عايزين نعرف فيه كام كربونه وكام اتش وهكذا. يلا هندسه ادي 1 كربوناتها 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى الراجل ده عنده 11 سي. تعال نشوف الاتشات، والله دي ناقص لها اتشايه، دي ناقص لها واحده، ودي برده واحده، ودي واحده، مع كل واحده عامله 3 روابط يبقى ناقص لها اتشايه. دي ما ناقصلهاش لانها عامله 1 2 3 4، ولا دي ناقص لها اتشايه، ودي ناقص لها اتشايه، ودي ناقص لها اتشايه، ودي ناقص لها اتشايه. فيبقى معناها كام اتش؟ ادي 5 و4 يبقى 9، يبقى C11 H9 ان
يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده، الهيدروكربون الذي له الصيغة الجزيئية C13H26 ده الضعف. الضعف ينفع حاجتين، يا إما ألكين يا إما ألكان حلقي. هو ما قالش، فما قالش مشبع ولا غير مشبع عشان أعرف. يمكن اعتباره حلقي غير مشبع؟ لا، هو حلقي ينفع ألكان حلقي، بس الألكان حلقي مشبع، فده غلط. حلقي مشبع يبقى الإجابة ب. أروماتي للأسف لا. ألفاتي بس في 2 باي لا. الألكين عنده رابطة ثنائية، واحدة سيجما وواحدة باي، يبقى ما عندوش 2 باي، عنده واحدة باي بس، خد بالك. السؤال اللي بعده، المركب العضوي المقابل يسمى كاينولين. جميع العبارات التالية تنطبق عليه ما عدا. هو مركب حلقي غير متجانس صح عشان عنده ذرة غريبة. صيغته الجزيئية تعال نجيبها واحدة واحدة. الراجل ده عنده كام سي؟ قال لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى الراجل ده عنده 9 سي. حلو، تعالى على الاتشات عد كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7، وعنده كام ان؟ عنده ان واحدة، فالجملة دي صحيحة. عدد الروابط في الجزيء باي منه تساوي 5، والله ادي 1 2 3 4 5، فالجملة دي صح. عدد الروابط سيجما في الجزيء الواحد منه يساوي 19. طب بقى ركز في السيجما دي بقى عشان ربنا يكرمنا، ركز في السيجما دي عشان ربنا يكرمنا. بص يا هندسة، اللي انا علمك عليه بالازرق هو ده سيجما، ماشي؟ حاول تركز معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7، ماشي؟ 8 9 10 كده تمام. 10 11 12 13 14 15 16 17 18، هم 18 مش 19، فاذا الاجابه رقم د. ماشي؟ عدهم معايا هتلاقيهم تمام، انا اعملهم تمام وصح. السؤال اللي بعده، اقل عدد من ذرات الكربون لتكوين مركب هيدروكربوني مشبع ومتفرع. ادام مشبع يبقى الكان، وينفع الكان حلقه، بس خلينا في الكان، حتى لو الكان حلقه هتبقى نفس الفكره. ومتفرع يبقى 4. ليه؟ انا عايز اعمل تفرع صح؟ فانا لو جبت 4 كربون ورسمتهم كده، انا ممكن اعمل منهم تفرع. اترسم 3 واحط واحده في النص، فكده انا عملت تفرع باقل عدد من ذرات الكربون اللي قدامي اللي هو 4. السؤال اللي بعد سؤال 29، الصيغه البنائيه الصحيحه لجزيء هيدروكربون اليفاتي غير حلقي به 6 ذرات كربون و3 روابط ثلاثيه. ماشي يا هندسه؟ ماشي يا هندسه. قال 3 روابط ثلاثيه وعايزها تكون صح، وقال لي غير حلقي وبيه 6 ذرات كربون. تعالى على الاولاني، عنده 6 ذرات كربون، تمام. مظبوط؟ لا مش مظبوط، ده غلط. ليه؟ ركز على السي دي. السي دي هندسه عامله 1 2 3 4 روابط، يبقى ما نصلهاش ولا اتش. جبت الاتش دي منين؟ يبقى ده غلط. طب تعالى على اللي بعده، عنده 1 2 3 4 5 6، عنده 6 ذرات كربون. هل هو مظبوط؟ بدور. مظبوط تنفع ب. تعال ده ب ينفع، تعال اكد. جيم طبعا ده بلح ليه؟ بص على الاتش دي عامله كام رابطه؟ ادي 1 2 3 4، الاتش بتعمل رابطه واحده هندسه فما تجيش. طب تعال على د، انت قلت عنده روابط ثلاثيه، ايه اللي جاب روابط ثنائيه؟ يبقى ده غلط، اذا الاجابه ب. لو بصيت على ب هتلاقي كل الساعات مظبوطه والاتشات مظبوطه. السؤال اللي بعده، اي من الصيغ التاليه قد يمثل مركب حلقي غير متجانس ومشبع؟ مشبع يعني ما فيهوش باي. حلو قوي. اولا صلي على النبي واحده واحده وانا معاك عشان ربنا يكرمنا. بص يا هندسه، انت عايزه حلقي وعايزه مشبع يعني كانه الكان حلقي، وانت عارف الالكان الحلقي صيغته CnH2n. مظبوط. فاحنا هندور على حاجه CnH2n، فيبقى الاجابه ج. ليه؟ صلى على النبي. ما هو CnH2n يعني الضعف، الخمسه ضعفها 10. تعال نرسمها، ادي سي وادي سي وادي سي وادي سي وادي سي وادي سي، وقفلت 5 ذرات كربون. حلو قوي. بس ده بيقول لك في او، معلش يا هندسه تعال نرسمه. ادام في او يبقى خلاص عامل شكل سداسي. تعال ادي 1 2 3 4 5 وادي الاوها، مفيش مشكله. حلو قوي.
تعال نشوف هل فعلا ناقص له 10 اتشات. تعال هنجرب. والله كل سي دي ناقص لها اتشيتين، ودي ناقص لها اتشيتين، ودي هندسه ناقص لها اتشيتين، ودي برضه ناقص لها اتشيتين، ودي برضه ناقص لها اتشيتين. حلو قوي. لو عديتهم هتلاقيهم 5 سي 10 اتشات وهاي. فالجمله دي تمام. أي مال يمثل الصيغة العامة للمركب الحلقي المشبع المتجانس والغير متجانس على الترتيب. أولا حلقي، حلقي ومشبع، يبقى حاجة اسمها ألكان حلقي. متجانس وغير متجانس. أولا يا هندسة صلى على النبي، المتجانس والألكان الحلقي هو صيغته CnH2n، فده غلط وده غلط وده غلط، فيبقى الإجابة ج. وده تمام. متجانس ما فيهوش ذرة غريبة سي واتش بس، غير متجانس في ذرة غريبة اللي هي الان، فالجملة دي تمام سهلة جدا. نخش بعد كده على الأسئلة المقالية. قاعد كتابة الصيغة البنائية الصحيحة. الراجل ده مكتوب غلط. تعالى ادي CH3، السي الأولى ماسكة في 3 اتشات يبقى أصلها رابطة. السي اللي بعديها يبقى احنا شيل الرابطة دي غلط. السي اللي بعدها ماسكه في اتشايه، حلو، وبعد كده ماسكه في CH3 مظبوطه. مظبوطه يا هندسه، ودي مظبوطه، كل حاجه مظبوطه لحد دلوقتي. ادي CH وادي CH3. عندك مشكله، انت عندك رابطتين هنا، شيل واحده لانها معموله غلط وحط واحده وحط CH3 كده مظبوطه. السي دي عامله رابطه يبقى ناقص لها 3 اتشات، والسي دي عامله 3 روابط يبقى ناقص لها اتشات. كل سي مظبوطه. الفكره وما فيها ان انا اشيل الرابطتين دول بس وهتطلع معاك صح. نخش بقى على السؤال المقالي رقم 33. السؤال بيقول اكتب الصيغه الجزيئيه وصيغه بنائيه واحده محتمله لهيدروكربون الفاتي مفتوح السلسله مشبع. مشبع عندنا حاجتين، الكان والكان حلقي، بس المفتوح السلسله بيبقى الكان بس. تمام. هو قال يحتوي على 4 ذرات كربوني بس هي 4 اتش 10 بضاعف وزود 2. دي كده الجزيئيه. عايزين بقى نكتب البنائيه. البنائيه هرسم 4 سي بالشكل ده كده، وبعد كده اكمل الروابط. دي ناقص لها 3 روابط، دي ناقص لها 2، دي ناقص لها 2، دي ناقص لها 3، واكمل بيتشات. سهله جدا. السؤال اللي بعد اكتب الصيغه البنائيه لمركبين عضويين لو الصيغه. انت مذاكر الصيغه دي. الصيغه دي عباره عن حاجتين، بس خد بالك وعايز اكتب الصيغه البنائيه. طبعا كحول ايثيلي، كحول ايثيلي، وعباره عن حاجه اسمها ايثير ثنائي الميثايل. ايثير ثنائي الميثايل. حلو قوي. طب تعالى نرسمهم بقى. وعايز الصيغه البنائيه. كحول ايثيلي ما انت متعلم سي وسي، بحط او اتش في الاخر، وبعد كده هندسه كل سي ناقص دي ناقص لها اتشيتينها، ودي ناقص لها 3. ده رمز الكحول الايثيلي او الصيغه البنائيه بتاعته. طب ما تيجي نكتب الايثيل وفي النص كنا بنحط سي كده وسي كده، وبعد كده نكمل اتشات. دي ناقص لها 3 اتشاتها، ودي ناقص لها 3 اتشاتها. تمام. ادي اتش ودي ايثير ثنائي الميثايل. كده انا كتبت الصيغه البنائيه. هو عايز بقى اذكر وجه شبه واثنين من اول الاختلاف. وجه الشبه هي الصيغه الجزيئيه، يبقى وجه الشبه ان هم شبه بعض في الصيغه زي ما ايزومرات، يبقى شبه بعض في الصيغه يا دكاتره الجزيئيه. ما تحافظ عارف الايزومرات بقى شبه بعض في الصيغه الجزيئيه. ووجه الاختلاف هم شبه بعض في الصيغه الجزيئيه ومختلفين في الصيغه البنائيه، وده ادى الى اختلاف الخواص الفيزيائيه والكيميائيه. يبقى الصيغه البنائيه والخواص الفيزيائيه والكيميائيه. بيقول لك صنف الهيدروكربونات الاتيه حسب العائله مع كتابة الصيغة العامة لكل منها. طبعا ده حلقة، ده حلقة، فده بيسموه عندنا الكان حلقي، والمركب ده بالمناسبة اسمه بنتان حلقي. تمام. عشان عنده 5 سي. والراجل ده هندسة يتبع الصيغة العامة CnH2n. ما انت مذاكر بقى. العيال اللي بعدها عندها رابط ثنائية، عنده رابطة ثنائية بدأ الكين، والالكين يا هندسة CnH2n. تمام. جيم ده عنده رابطه ثلاثيه يبقى القاين، والالقاين صيغته العامه مضاعف يبقى CnH2n وناقص 2. مذاكر بقى، انت مذاكر الكلام ده. 36. اخر سؤال مقالي. احسب عدد روابط سيجما وماي. سؤال هربان من ثانيه ثانوي. يلا بينا هنرسم. ادي اتش ماسكه في سي، السي دي عامله رابطه يبقى ناقص لها 3. ماسكه في سي، السي دي عامله 3 روابط يبقى ناقص لها 1. خشيت على السي اللي بعدها، السي اللي بعدها دي ماسكه في اتشايه فده رسمتها كده. السي عامله رابطتين يبقى ناقص لها 2. السي الاخيره عامله رابطتين يبقى ناقص لها 2. هتعملهم مع اتشايتين زي ما مظبوط كده. انا رسمت. عايز بقى دي سيجما وباي. والله دي سيجما ودي سيجما ودي سيجما، الزياده بتبقى باي. دي سيجما اي حاجه لوحدها سيجما، دي سيجما الزياده باي وده باي وده سيجما.
عد لي كام سيجما؟ هتلاقيهم 7، يبقى 7 سيجما و3 باي. وكده هندسه نكون خلصنا فيديو حل الدرس الاول في الكيمياء العضويه. اشوفكم في فيديو جديد، وجود باي اند هاف ا نايس تايم.